بسم الله. والسر لا بالهند ولا بالسند، السر بدرج ستي الله يرحم ستي. السر بالشام وبهي. ممنوع الطماطم او البندورة ينضرب بالخلاط. ويلا نبلش. بسم الله يا كريم. وهي جبنا أواتير الأكلة. أواتير بالشامي يعني غراض الأكلة كتير بسيطة. الخضرة من عند أب مرزوق، والتمر الهندي من در الستة. وبسم الله. شوية دهنة بدي اياهم. هلا هدول الدهنات قمتهم بدي اياهم بآخر الطبخة. هلا بدي اتبل شوية فلفل وملح ومندور هون على السحر. هذا هو، لا مانع من 7 بهارات او بهارات حلبية اذا بدكم كمان بتطلع طيبة. بس هيك. هلا بندعك، وهي حلاوة اللحمة اصلا ملح وفلفل. اللحمة هاي دهنتها شوي لازم تكون ظاهرة. هلا بحط ورق نايلون ومعي شوية مي بالايدي وبلش شكل الكباب. فيكن تعملوه هيك بهي الطريقة مثل الكباب اللي على السيخ مثلا، بس صغير. وفيكن تعملوه بهي الطريقة بصموه تبصيم. أنا بفضل هي الطريقة، يطلع شكله حلو على التسوية. هلا طبعا اللحمة أنا بحب هون دهنتها زيادة، تعطي طعم طيب بهي الأكلة، وهي لازم يكون شوي دهنتها عالية. زمان أهل أول كانوا يحطوا صنوبر بقلب هي اللحمة يدعكوها مع اللحمة أيام الخير. هلا عم يكتفوا على الوش، وفي ناس يا حصرتي لا عم تحط صنوبر ولا عم تحط لحمة حتى. الله يكون بعون الناس، قولوا آمين. وهلا بغطيهم وبشيلهم على البراد يشدوا شوي بين ما نكمل الوصفة. حبايب القلب، بهي الوصفة ممنوع الطماطم أو البندورة ينضرب بالخلاط، ممنوع يتفرم بماكينة اللحمة، وممنوع ينبشر على البشارة أو المبشرة. هي الأكلة بالذات بدها طريقة معينة لناخد نكهة الطماطم أو البندورة بالطريقة الصحيحة، لأنه اعتمادنا فيها على البندورة. هلا بداية لازم نعمل البندورة بهي الطريقة. أنا خليت هدول لورجيكم كيف، هيك إشارة زائد. صدقوني بهي الطريقة رح تختلف معكم الطبخة كليا لسببين. السبب الأول اللي هي بتخفف حموضة اللي بتضايق من البندورة المطبوخة، والسبب الثاني هي بتطول بعمر الوصفة عنكم في الثلاجة. بالنسبة للبندورة صارت جاهزة، منجيب معلقة عصام اللي أخذتها من ريال، ومنحط البندورة دغري بمي باردة. ممكن في ناس تقول منقطعها على السكين ومنقشرها بالسكين، وليش هالتعقيدات؟ صدقوني يا جماعة عم بعطيكم تشغيل يكون صح 100%، وخصوصا اللي بيعاني من الكولون أو من الحرقة. هاي الطريقة جدا هتخفف آلام الحرقة. هلأ القصة كلها بقالب التمر هندي. رح أخذ منه شقفة. أول شيء فينا ننقعه بمي، وفينا نغليه على النار، وبعدين نصفيه ونكمل طبختها. سر هاي الأكلة بالتمر هندي. كتير ناس ما بتحط تمر هندي للكباب هندي، وهذا هو سبب التسمية، إنما الأكلة هي شامية بامتياز. هلأ رح أضيف شوية مي وحطهم على النار يغلوا شوي بين ما أخلص وأجهز طبختي. هلأ مباشر بقشر الطماطم أو البندورة. سامحوني على اللغو، أنا عايش بمصر ومن فترة كتيرة ما بقول غير طماطم، لهيك بقول بندورة وبقول طماطم. شايفين كيف حبايب قلبي؟
ما بدي اياها مهرية، بدي اياها تتقشر لانه بدي اقطعها بطريقة معينة. وهلا يا حبايب بنشيل هي الطريقة لانه ما عاد بدنا اياها، نحن خليناها بس مشان نحافظ على قوام البندورة اثناء المي السخنة. هلا قشرت البصل ورا الكواليس لانه يمكن انا الشيف الوحيد اللي بيبكي من البصل. كمان يا جماعة موضوع البصل بهي الأكلة مختلف عن الكواج تتحمل بصل كتير، هي الأكلة البصل نسبة وتناسب فيها. هلا التقطيع كيف ما بدكم قطعوها، أنا برغبها شوي ناعمة بالأكلة، هي مفروض تكون خشنة شوي مو جوليان بس. بالنسبة للفليفلة اختياري، يعني أنا شوفها اختياري، هي مو من أصل الأكلة، فيكم تحطوها حدة أو حلوة، ولكن صدقا طيبة مع هي الأكلة. أي أكلة فيها بندورة الفليفلة سبحان الله طيبة معها، سواء بالطبخ أو جنبها، مثل الكواج، مثل مدومة البندورة، أو الكباب هندي، أو مثلا داوود باشا. وهي الفرق يا جماعة اللي الناس بتوقع بهي المشكلة، الداوود باشا شيء والكباب هندي شيء آخر، حتى بطريقة الطهي روم اجتماع المكونين نفسهم. بسم الله. هي الأكلة في ذكرى بيني وبينها حلوة بنفس الوقت أليمة. هي الأكلة كانت عشقه لوالدي الله يرحمه، ويوم اللي توفى أنا كنت طابخ هي الأكلة في المطعم. سبحان الله، أنا بطبخهم بالفرن وصدقا لوقت طويل بطبخهم والناس بتستغرب، ولكن هي الأكلة بالذات كل ما تعقدت بالفرن كل ما طابت، كل ما تعقدت كل ما طابت. هي احفظوها وسجلوها ورجعوا عملوها ورجعوا قالوا لي انه فعلا عملناها على طريقتك وكانت مية مية. قلت لكم معي دكتوراه فيها. وهلا صار وقت التخليط. هي الأكلة أنا بعملها على البارد، يعني هي بصل اللي عملناه والفليفلة. الفليفلة إنه اختياري، فلفل أسود، ملح، فيكن تعطوها دبس بندورة، هي اختياري حسب ما بتختاروا انتو. وهي رشة سكر تقريبا معلقة مشان توازن الحموضة وما تعمل حموضة. وبرجع قلب لأنه البندورة كلها من تحت. هلأ اختياري حبايب القلب، هي أنا بستخدمها أسنان توم سليمة مثل ما هي، ترفع معكم طعم الأكلة. هلأ سبب تسمية الأكلة وسر الأكلة ونكهة الأكلة هون، هذا التمر عندي اللي نقعته هلأ صفيته، رح أحطه. بسم الله ما شاء الله. وهلأ وقت الطبخ، أنا شخصيا كتير بعشق بطبخها بالفرن وكتير بتطلع طيبة. معي هون صينية بتفوت على الفرن وحلاوتها إنه إلها غطا مشان تحكم مزبوط. وانتو إذا مو متوفرة عندكم ممكن تحطوا ورق زبدة وورق ألمنيوم وتدخلوها على الفرن. هلا بدنا نرص اللحمة. بسم الله، شوفوا لي هالرصة يا حبايب. هلا لا مانع انه نعطيها رشة ابهار على الوش، كتير بتطلع طيبة. وهلا يا حبايب على الفرن، مو انتو الصينية، انا بدخلها على الفرن ساعة، ساعة وربع، ساعة وثلث. لا تستغربوا كل ما تعقدت هاي الأكلة وانطبخت وخصوصا بهاي الطريقة نية صدقا تصير أطيب وأطيب. يعني في ناس بتنسف البصل لوحده، البندورة، وبتشوي اللحمة لحالها، ضيع الموضوع. هدول لازم تشرب من بعضها، اللحمة من البندورة من البصل، وترجع تطبخ حالها بحالها. هي مو داود باشا، هي كباب هندي. وهلا على الفرن، هلا أحط مقلاية سمنة. بسم الله. وانزل بالدهنة. بسم الله.
وهلا رح انزل باللوز على الدهنه والسمنه. كان بودي اجيب لكم سنوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدلوعه طلعت لك. هلا شو بدي ساوي يا حبايبي؟ بسم الله. شايفين؟ هلا رح ادخلها تاخذ وش، وبنفس الوقت اللوز يتحمص معها. وصلت الغالية يا جماعة، وصلت الغالية. شوفوا لي على هذا المنظر، بسم الله ما شاء الله. قسما بالله الريحة يعني على الأول. الأولاد عندي بحبوا مع الأكلة الرز البسمتي الأبيض. أيام زمان الله يرحم الوالد كان يبعثنا عند خبز التنور أو على الفرن التنور، نتناول كم رغيف تنور وننزل على الأكلة. الله يرحم هذيك الأيام. ما في هلا تنور. بسم الله. دعوة صالحة من قلبكم، ولا تنسوا تشاركونا آرائكم وأسراركم بهي الطبخة. سلام.